السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده نعمل كوباية نسكافيه كده على الرايق في السريع. نستعمل المضرب بتاع نسكافيه، بصراحة المضرب ده تحفة جدا. اول حاجة هنجيب معلقة سكر حسب السكر اللي انت بتستعمليه، وهاتي كمان كيس نسكافيه او معلقة نسكافيه. وحطيهم على جنب، حطي عليهم شوية لبن، سيبيهم على جنب او مية. هاتي بقى اللبن بتاعك اضربيه بالمضرب كويس جدا عشان خاطر ان هو يعمل فوم، واللبن يكون دافي مش ساخن قوي علشان يعمل فوم معاكي. بصوا اللبن بدأ ان هو يعمل فوم اهو. وده المضرب اللي انا بستعمله للنسكافيه، تحفه جدا. او ممكن تجيبي ازازه صغيره تحطي فيها معلقه السكر وتحطي فيها معلقه النسكافيه وترجيه كويس جدا، هيعمل لك فوم. على فكره احلى من المضرب نفسه. وكذلك مع اللبن ممكن برضو ترجيه جامد كده فهيعمل لك الفوم، بس اهم حاجه اللبن يكون دافي. دلوقتي انا خلاص موضوع اللبن كده تمام انتهى. هبدأ بقى ان أنا اضرب النسكافيه بتاعي. والمضرب ده بيتغسل تحت المايه كده على طول، وهو السلاح راكب فيه، بتغسلي بس السلاح اللي بيضرب ده بس تحت المايه الجارية كده عادي. تمام كده لانه ما بيتفكش. هتبدأي تضربي في النسكافيه كويس جدا كده. يلا بقى شجعيني بلايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. ابدأي انت تضربي في المضرب، بس المفروض ان اللبن او المية تكون اقل من اللي انا حطيته. انا حطيت كمية كبيرة. تمام. المهم هتجيبي المج بتاعك هتحطي فيه اللبن، وبعد كده تحطي النسكافيه من فوق. طبعا في الرغوة بتاعة اللبن دي انا هحطها دلوقتي مش هسيبها. حط بقى النسكافيه، وبرده الرغوة بتاعة النسكافيه دي هجيب بس معلقة كده وانزلها. احلى كوباية نسكافيه، نزلنا الرغوة بتاعة النسكافيه هننزل كمان الرغوة بتاعة اللبن، مش هنسيبها لان دي اساسا اللي عاوزينها يعني، والا ما كناش ضربنا لبن من البداية. عندك بقى اي حاجه، اي تزيين بقى من فوق، شوكليت ولا اي حاجه كده من فوق. انا حطيت مارشميلو، كان موجود عندي مارشميلو رحت حطاه. بصراحه تحفه جدا. مارشميلو ده بطيخ، مش عارفه بقى ايه علاقه البطيخ بالنسكافيه، بس بصراحه كان تحفه جدا. لو عجبكم الفيديو لايك بقى واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.